الكاتب الواحد كاتب قد ما كان شاطر فما حيكون مثل ورشة. شو بده يقدر يكتب 1500 دقيقة دراما مليئة بالتفاصيل والشخصيات المختلفة؟ أرى الأرض من تلة فوقها وأشاهد ما تشهدون عليه، لذا فالحقيقة بعض وضوحي. لكن منجي لبراعة سامر رضوان بتسمية قصصه، أول ما بنسمع فيها بنشعر إنها غريبة لحين ما نبدأ نفهمها ونشعر بتغلغلها بالعمل. أنا إيهاب مرسي، مخرج تلفزيوني، معي رح نعرف كيف بتنصنع كواليس المشاهد العظيمة. حبيتوا تتعمقوا أكثر بكواليس احتراف صناعة الدراما وإسرارها؟ تابعوني وليكولي واحفظوا الفيديو. كثير من الأسماء اللي بتحمل انطباق للصمت الصارخ وغيرها، لكن الخروج إلى البئر فيها مفارقة أو بارادوكس، والمعنى تم تشريحه بأول مشهد ببراعة الكاتب والمخرج. اختار سامر رضوان المصنف بالكاتب السياسي والقلم الحاد والمبدع بأدب السجون والقضايا الوجودية السورية، واللي سن قلمه ودخل مثل الفارس بقصة من روائع القصص اللي مسجها بتأني. وبالوقت اللي كنت عم أكتب فيها الحلقة لاحظت أنه وصلنا بالعنوان اللي هو الخروج إلى البئر للمرحلة ما قبل الأخيرة بقوس القصة، اللي هي كلمة إلى، اللي هي بداية الرجوع إلى العدمية. ولو حبينا نرجع لأول مشهد واللي براعة كاتبنا خلاه لازق بعقلنا، نحن عم نشوف المشهد الأول خلينا نتخيل هالمعاني سوا. إنه في عنا الجسد اللي هو سلطان الغالب وندبته هي تاريخه في العراق، والنظام هو ظل شخصية الغالب تعاون بالغصب، والسجان هو الرواية الرسمية، والسجناء هم التوثيق الحقيقي لجرائم النظام والمخفي قسرا. وغياب الأنا هو البئر الضائع والمرآة للتعرف على ظل الشخصية، والسجناء هم التوثيق المخفي قسرا، التوثيق الحقيقي لجرائم النظام. وغياب الأنا تمثل بالبئر اللي هو الضياع، والمرآة للتعرف على ظل الشخصية سلطان، وهو السجن كحالة وجودية ذهنية وتاريخية لا كحجز حرية فرد فقط. هو أيضا الانتقال من الوجودية إلى العدمية، فعائلته تمثل الإرث الوجودي لسلطان الغالب، ونحن عم نشاهد حوارهم بمدلولات الخسران بهالمشهد. وصلنا للسقوط لما بيرمي سلطان الغالب حاله من البير، وهو السقوط اللي بيتمثل بإرادتنا بأول خطوة، لكن سرعان ما نفقد السيطرة كليا. كل هذا مشهد تغلب عليه سيميائية المشهدية والكلمة بين التال والمدلول، واللي ما كتير لقى حاله عم بيفهم هذا الموضوع، فهي مصطلحات سينمائية وسيميائية ممكن انه نتعلمها شوي شوي نحكي فيها فيما بعد. انا إيهاب مرسي، مخرج تلفزيوني، معي رح نعرف كيف بتنصنع كواليس المشاهد العظيمة.